Hello Hello and and welcome welcome to to another another episode episode of of Egyptian Egyptian Arabic Arabic with with Islam Islam Badawi Badawi. and Karo. Okay, we will start now talking in Arabic. سافرتي أمريكا اللاتينية صح؟ بس أنا سافرت أمريكا اللاتينية لما كنت 16 سنة، لا 17 سنة. ليه اخترتي أمريكا اللاتينية ومش أسبانيا مرة تانية؟ عشان أمريكا اللاتينية فيها بلاد كتير اللي بتتكلم إسباني، مهم. بس في بلد كبير مهم. اللي مش بتتكلم اسباني، ده مهم. البرازيل. هما بيتكلموا برتغالي مهم. برازيلي. مهم. أم، وعشان أنا كنت عايزة أتعلم لغة تانية، مهم. أنا رحت البرازيل. أول بلد سافرت لها لوحدك كانت البرازيل. لا، سافرت لإسبانيا لوحدي لما كان عندي 12 سنة لوحدك؟ لوحدي. ده ممكن في أوروبا؟ ممكن حد يسافر لوحده؟ ممكن لو في حد هياخدك من المطار. وأنا زرت واحد صاحبي قريب قوي وعائلته. مهم. يعني ناس أصدقاء العيلة بتاعتك. أها. اوكي جامد قوي. وبعد كده المره الثانيه كانت في امريكا اللاتينيه في البرازيل. أيوة، ده كان اللي لوحدي. اوكي البرازيل، ليه اخترتي البرازيل؟ ليه قررتي اوكي البرازيل ومش علشان انا عارف بعد كده انت رحتي اماكن تانية في امريكا اللاتينيه، بس ليه اول مره كانت البرازيل؟ يعني انت قلتي انت كنت عايزه تسافري بلد بعيده بس مهم. بلد ما بتتكلمش اسباني. ليه بلد ما بتتكلمش مهم. اسباني؟ عشان عرفت إسباني وكنت عايزة أتعلم لغة تانية، اوكي بس والاسباني بس بتاعك؟ قريبة لغة قريبة من الإسباني. اوكي بس الاسباني بتاعك في الوقت ده كان ممتاز، كان ممكن. مش ممتاز، بس نص نص. أنا نسيت حاجات كتير من الإسباني، بس في الهاي سكول، في الثانوي. في المدرسة الثانوي. في المدرسة الثانوي كان عندي دروس إسباني. اوكي جامد. والبرازيل عشتي في انهي مدينه في البرازيل؟ في سان لويس في مهم. الشمال من البرازيل. بس دي مدينه كبيره؟ لا، مش كبيرة، صغيرة في البرازيل. آم، في وقت ده سان لويس فيها مليون شخص. مليون اه شخص. نص فيينا شويه. نص فيينا في الوقت دلوقتي أنا مش عارفة. وعشتي هناك قد ايه؟ سنة. وفي السنه دي قدرتي تتعلمي برازيلي برتغالي بسرعه؟ برتغالي برازيلي؟ بسرعة أنا اتعلمت برتغالي برازيلي بسرعة أوي عشان الإسباني فالاسباني ساعدك كتير ان البرازيلي يبقى. وعشان كتير. كده بتحبي الاغنيه بتاعت عفروتو بتاع برازيلي واسمر برقصة برقص سامبا. سامبا هي. صح كده. الاغنيه لا نرجع تاني. بس انت عارفه الاغنيه صح؟ أنا عارفة الأغنية اوكي طبعا. اوكي. طب إحنا كنا في مروان موسى، في حفله مروان في موسى. حفلة بس مروان هو كان موسى هنا بيغني في الاغنيه، فيينا. هو غنى الاغنيه برازيلي أيوة، واسمر بعفروتو في التليفون، بس في مش برازيلي التليفون. واسمر. ما كانش بيغني برازيلي واسمر ولا كان بيغني برازيلي واسمر؟ إيه، اوه لا كان بيغني برازيلي واسمر. اوكي مرتين. اوكي. الذاكره بتاعتي وحشه قوي. برازيلي واسمر برقصها سامبا. إيه، اوه اوه. اوكي. فعشت في البرازيل سنة وتعلمتي البرازيلي. البرازيلي بالنسبة لك كانت كلغة كانت أحسن ولا الأسباني؟ يعني كنت بتحبي إيه أكتر؟ كان في لغة بتحبيها أكتر؟ البرتغالي برازيلي أوكي عشان جميل. النغمة جميلة قوي، وفي كلمات كتير عامية، و a lot of humor and jokes in the language. الناس how do you say they joke around the kid؟ بيهزروا الناس. بيهزروا. الناس بيحبوا يهزروا واللغة فيها هزار الناس كتير. الناس بيحبوا بيهزروا، مهم. واللغة فيها كلمات عامية كتيرة، وكلمات
كده. جامد قوي. اوكي، بس في البرازيل بقى كنت بتعملي ايه اللي كنت بتعمليه في السنه دي؟ أنا كنت في مدرسة ثانوي. مدرسه ثانوي. سو دي مدرسة كانت ثانوي. السنه يعني هنا في اوروبا تقريبا في الثانوي في ناس كتير ممكن تسافر لسنه لبلد تانية يدرسوا هناك، صح؟ هاي سكول اكسشينج، برنامج تبادل في الثانوي. فالمكان اللي انت اخترتيه كان البرازيل. اوكي، جامد قوي. كان في ايه اختيارات تانية في دماغك جنب البرازيل؟ If I thought about different countries, اختيارات تانية في دماغك، كان في ايه اختيارات تانية؟ yeah. what other options were in there؟ other option. Um, مش كل البلاد في البرنامج ده. وأنا شفت بلاد من أمريكا اللاتينية، مثلا كوستاريكا. مهم. أيوة. كوستاريكا أو أنا مش فاكرة، مش بس كان في فاكرة امريكا دلوقتي. اللاتينية تقريبا. أيوة. اوكي. عشان بحب الثقافة من الأمريكا اللاتينية، عشان في إسبانيا في ناس كتير من الأمريكا اللاتينية كمان. اوكي، وهناك كان عندك اصحاب اكتر من اسبانيا هناك في البرازيل والبرازيل؟ دلوقتي، عشان ده من 10 سنين ولا حاجة، أنا بعيدة شوية من عن الصحاب. بس في الوقت دي أنا كان عندي صحاب قريبين قوي في البرازيل اوكي. كمان. وسافرتي تاني بعد ما رجعتي من المرة دي؟ أيوة، مرتين. مرة واحدة في سنة 2019 مهم. عملت رحلة كبيرة في كل البلد، في أمازونيا، في الامازون. في الأمازون، مهم. في مدن كتير، الكرنفال في ريو دي جانيرو. مهم. اوكي. أم، وشفت حاجات كتير في برازيل، وده الرحلة أجمل من في كل حياتي العمري. الرحلة الأجمل في حياتي. رحلة الأجمل في حياتي. دي كانت مرة تانية، دي كانت الرحلة الأجمل في حياتي. دي كانت رحلة أجمل في حياتي. جامد قوي، جميل. يا نفسي أروح البرازيل وأجرب ده. رجعت مرة تانية في الجامعة. أوكي، بس تبادل برضو، إراسموس أو حاجة تبادل. كده؟ سمستر. ترم. ترم. بس مع إراسموس ولا؟ ده non EU student exchange زي Erasmus، بس Erasmus في European Union أكتر. وبلاد تاني شوية، بس برازيل مش Erasmus. أوكي، فروحتي تاني ترم واحد لهناك. أوكي. ترم واحد في جامعة، وعملت international relations هناك في Universidade Federal do Rio de Janeiro. أوكي، فنقلتي بقى للمدينة الكبيرة وناس الأكتر قعدت في ريو. حبيت ريو، أنا بحب ريو كتير كتير قوي عشان الرقص أوكي، والمزيكا، كل حاجة. جامد. بس بالنسبة لك ريو كانت أجمل ولا أول المدينة اللي رحتيها في لا الأول؟ لا، ريو. ريو. أوكي، عشان عشان ريو cultural capital، العاصمة ثقافية. برافو. العاصمة ثقافية من البرازيل. أوكي، أنا مش فاهم. العاصمة برازيليا سياسية وكده، بس مهم. من الثقافة ريو الأجمل مدينة في العالم كله. أنا بفكر ده شوية زي دي سي ونيويورك. دي مثلا سي العاصمة أو لوس السياسية. أنجلوس. بس معظم الناس عارفة الاثنين. نيويورك أكتر من لوس أنجلوس، الأفلام والمسلسلات بس وفريندز. الأفلام المسلسلات كمان في لوس أنجلوس، يا كل بس في هوليوود معظم وكده. الأفلام والحاجات بتحصل في نيويورك. بفكر ماشي، تمام، بفكر أي حاجة. بالنسبة لي الناس عارفة أكتر نيويورك من لو أنت سألتي حد إيه عاصمة أمريكا وهو مش متأكد هيقول نيويورك، مش هيقول لوس أنجلوس. ما أعتقدش، أعتقد هيقولوا نيويورك. عشان العاصمة دايما بيكون فيها ناس كتير، بتكون زحمة، بيكون فيها مباني بس كبيرة لوس قوي. أنجلوس زحمة كتير. بس فيها مش متأكدة، أكتر من 10 مليون. بس شكل المدينة أكتر
suburbs. suburb. شكل المدينة شكلها أكتر تاني. زي التجمع. أنت مش هتقولي التجمع هو عاصمة القاهرة، بس نيويورك شكلها مباني كبيرة قديمة، زحمة في الشارع، زبالة كده يعني، عارفة يعني عاصمة كده. بس بفكر مش كل الناس عارفة إن العاصمة هي دي سي، مش نيويورك. فبفكر برضو ممكن أنا نفسي ما كنتش عارف إن العاصمة برازيلية بصراحة، علشان ما سمعتش الاسم أصلا تقريبا قبل كده. برازيليا مدينة مش طبيعة. طبيعية. برازيليا مش مدينة طبيعية. 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 مهم. برازيليا مش مدينة طبيعية. It was like created to be the capital. اوكي، هي اتعملت عشان تكون عاصمة البرازيل. زي العاصمة الجديدة في مصر ممكن شوية. صح. اوكي ماشي. وبس الناس بتحب برازيليا. نص نص. اوكي، والحاجات السياسية كلها بتحصل هناك. اوكي جميل قوي. سافرتي كمان برازيليا ولا لا؟ لا، انا ما بحبش المدن مش طبيعية. اوكي، وعدد السكان في برازيليا قد ايه؟ الناس في برازيليا سكان. عدد السكان is inhabitants. انا عدد مش السكان في عارفة برازيل. خلاص. ماشي تمام. وكنت بتحبي تعملي ايه في ريو؟ ايه الحاجات اللي كنت بتحبي تعمليها هناك في روتينك وفي حياتك؟ انا عملت كورسات رقص كل الوقت. سامبا. سامبا نوبا أوكي. وسامبا جيجافيرا. اوكي. السامبا نوبا لوحدي والسامبا جيجافيرا مع حد تاني؟ like اتنين. بتترقص 2 في السامبا جيجافيرا. اوكي. السامبا دي زي اللي بنشوفها في التلفزيون مع كارنفال. السامبا نوبا ده الكارنفال، والسامبا جيجافيرا ده حاجة تانية. اوكي. وكل الناس في البرازيل بيعرفوا يرقصوا؟ لا بس في رقص اللي كل الناس بيرقص في حفلة مع عائلته. مع عائلتهم. ده الفها. اوكي. فرا. it's written فرا but they say فها. اوكي. الرقص الأشهر من الشعب، من كل الناس. اوكي، بس الرقص ده معظم الناس في البرازيل بتعرف ترقصه. ايوه. اوكي. فالفكره النمطيه، الستيريوتايب، الفكره النمطيه صح شويه. البرازيليين معظمهم او كلهم بيعرفوا يرقصوا. مش كلهم بس ناس كتير. اوكي. كتير. واو. اوكي كويس، علشان الناس دايما بفكر عندنا بيفكروا برازيلي يعني بترقص كويس. اوكي تمام. وكنت بتحبي تعملي ايه تاني هناك في ريو؟ انا بحب البحر قوي. وفي الشط، في الشط مشهورة قوي كوباكابانا او مثلا إيبانيما. وفي جنب بيتي هناك في شط اسمه بوتافوغو، برايا دي بوتافوغو. وفي كل المدينة المناظر طبيعية. في كل المدينة جميلة قوي. جبال صغيرة والبحر جامد قوي. اوكي. بالنسبة لك الطبيعة في البرازيل مختلفة قوي عن أوروبا والنمسا؟ مختلفة قوي. اوكي. أيوة. ماشي. بس فانتي قلتي ريو بالنسبة لك أحسن مدينة في العالم، أحسن من القاهرة؟ لا، نفس أوكي. المكان مع القاهرة عشان بحب الاثنين اوكي قوي. تمام. والناس في رأيك الناس هناك شبه بعض شوية يعني، في تشابه بين الناس في القاهرة والناس في البرازيل؟ if they have some similarities. أيوة. الناس في البرازيل والناس في مصر هم الناس في البرازيل وفي مصر بيحبوا يتبسطوا وبيحبوا يلعبوا ألعاب، يخرجوا. ويرقصوا
كله. اوكي. طب انت قلتي ده الناس من البرازيل والناس من مصر، الناس من بلاد تانية في اوروبا عاملين ازاي؟ You mean in Europe what's the difference? yeah. الناس ممل شوية. مملين شوية. مملين شوية. اوكي. لا مش كلهم، بس there's a different approach to life. يعني ممكن تقولي الناس هنا هاديين، هادين. هادي calm. ترانكيلو. tranquilo. الناس هنا هاديين، الناس هنا الناس هنا هادين شوية بيحبوا الحياة منظمة قوي، ممكن بيحبوا المنظمة، الحياة تكون منظمة. الحياة. they like to have an organized the life. life to be organized. الناس هنا بيحبوا حياته تكون منظمة. اوكي. فبيحبوا يكونوا عارفين كل الوقت هم هيعملوا ايه وفين وامتى. يعني بحس دايما ان هم عندهم خطة من النهاردة لأسبوعين قدام. النظام حلوة، بس التلقائية مهمة كمان. يا صح. يعني هنا بحس دايما ان هم، يعني معظم الناس عندهم خطة لأسبوعين قدام. يعني وده بالنسبة لي غريب شوية. يعني لو في حاجة جميلة هتحصل في الأسبوعين دول، وانت اصلا عندك خطة الأسبوعين قدام، مفيش فرصة انك تعمل الحاجة الجميلة دي علشان في خطة طويلة على المدى الطويل. مهم. جامد قوي. اوكي. فعشت هناك سنة، وبعدين 3 شهور، 3 شهور في ريو، وسنة في المدينة الثانية. 4 شهور مثلا في ريو، بس نفس الحاجة. اوكي. بس كنتي بتتكلمي برازيلي او برتغالي مختلف في المدينتين ولا نفس البرتغالي؟ اللهجة امم مختلفة شوية، بس تمام، مش مختلفة قوي. بالنسبة لك ممكن تقولي زي العربي من القاهرة والمنصورة، مثلا مفيش اختلافات كتيرة. اوكي. بس اهم حاجة ان ريو دي جانيرو جميلة جدا، بس جميلة جدا برضو في نفس المستوى مع القاهرة. دي اهم حاجة. اهم حاجة احنا قلناها النهاردة. طيب بصراحة علشان ده بالنسبة لي مهم، بتنصحي الناس يسافروا للقاهرة او لمصر؟ فانا عايز اسألك سؤال وتقولي بصراحة. بصراحة بتنصحي الناس تسافر القاهرة وتزور مصر؟ أنا بحب مصر قوي. مصر مفيش غير مرة تانية. آه! قلناها المرة اللي فاتت على فكرة. I know, I always forget this, but I thought about it because like I was in a shawarma place, I was getting shawarma, and I said it wrong, and I thought about you. ماشي. انت بتنصحي الناس يسافروا القاهرة ويقضوا وقت في مصر؟ أنا بحب مصر قوي، وأنا بحب القاهرة والمدن، كل المدن في مصر، والبحر كله. مصر جميلة، ويلا بينا. يلا نروح على مصر. طب ايه رأيك في الحاجات اللي الناس بتقولها على النت، كل الحاجات الوحشة؟ يعني في حاجات ساعات بنشوفها على النت عن الحاجات اللي مش كويسة في مصر. انت شايفة ان الحاجات دي فير؟ Do you want me to be honest? بصراحة تمام. في مشكلة كبيرة في مصر، ده التحرش. اوكي. ده وحش قوي في الشارع. لما انتي ست وحش قوي، بس في حاجات كتير في مصر حلوين قوي وجميلة. التحرش وحش، بس مش خطر قوي. يعني normally nothing will happen to you, it's very uncomfortable, but there's many places where a lot more stuff, you will not get harassed as much, but more stuff will happen actually to you. اوكي. actually طب بصي تعالي، طب المحادثة دي كانت جميلة قوي يا شباب. طب ممكن ننهي الحلقة دي ونعمل حلقة تانية عن ده؟ another episode about this بسرعة harassment تانية. طب احنا دلوقتي هنخلص الحلقة دي علشان في موضوع تاني عايزين نعمله حلقة لوحده عن التحرش وعن الحياة في مصر، وممكن نتكلم بالإنجليزي في الحلقة دي علشان كل الناس اللي ما بتعرفش برضو تتكلم عربي تكون عارفة ايه اللي بيحصل. فأنا اتبسطت بالحلقة دي معاكي، وشكرا على الحلقة.
وهنقفل الحلقة دي دلوقتي وهنعمل حلقة جديدة وهنقابلكم في حلقة جديدة من Egyptian Arabic with إسلام بدوي. مع السلامة. مع باي السلامة. باي. باي.